لما تيجوا تشوفوا تماثيل المصريين القدماء اوعوا تبصوا ليها بنظرتكم الحالية، لان هم بيعملوا كل حاجة بمعتقد دين. بمعنى انت كعقل بشري، هل انت عمرك في يوم من الايام شفت واحد حواجبه ذهبي او حاطط حاجة حوالين عيونه ذهبي بالشكل ده؟ الحواجب الذهبي مش موجودة، لكن ممكن يكون فيه لون اسود. بس هنا اللون الاسود لما تيجي تشوف الملامح مش متناسقة مع اللون الاسود. يبقى هنا لازم نفكر بطريقة المصريين القدماء. هو ايه المقصود باللون الاسود مع الحواجب الذهبي والايلاينر الذهبي؟ هل هنا في رمزية؟ هنا في رمزية كبيرة جدا. بالنسبة للون الاسود، رمزيته بترجع للإله أوزير، إله العالم الآخر. فبالتالي أنا لما أجي أشوف تمثال باللون ده لازم أربطه بالإله أوزير. تعال أوريكم إزاي بنربطه. تعال أوريكم كمان أوزير وهو لونه أسود. أوزير اهو طالع بنفس درجة السواد اللي التمثال التاني متصور بنفس الدرجة. يبقى هنا نقول ان التمثال التاني ده هو تمثال يمثل الملك في العالم الآخر، لأن هو بيشبه نفسه بأوزير. فهمتوا؟ طيب بالنسبة للون الذهبي، ده رمز ايه عند المصريين القدماء؟ ده رمز رع، ده رمز الشمس، ده رمز إعادة البعث والخلود مرة أخرى في العالم الآخر. عشان كده الملوك كانوا بيلبسوا صنادل من الذهب في المومياوات بتاعتهم، لكن الصنادل الذهب دي ما كانتش في حياة الدنيا، دي كانت في الآخرة، علشان يبعث مرة أخرى بقوة الشمس، بقوة رع، وتجدد الحياة مرة أخرى زي الشمس. لأن الشمس كل يوم بتغرب، يبقى هنا الشمس بتموت، الشمس بتصحى، الشمس بتحيا مرة أخرى، وكذلك الموت. المصري القديم كان مؤمن إن هو هيموت وهيبعث زي الشمس بالظبط. فهمتوا بقى ليه التماثيل دي باللون الأسود والذهبي؟